من صالة البيزنس وصالة كبار الزوار. انتظار للسفر ان شاء الله بإذن الله. آه، بصراحة كلاس تاني للسفر، بس يعني مش الواحد يعملها كل مرة، لان احنا فعلا مش مسافرين بيزنس، هي رحلة يبقى كتير، بس هي معاملة تانية خالص، مكان تاني خالص، هدوء، كراسي مريحة. في الطيارة كمان الكرسي بيبقى مريح جدا وواسع. تقدري بقى لو الرحلة طويلة تستحق، يعني في رحلات بروح مثلا 4 ساعات 6 ساعات، دي تستحق ان الواحد يدور على راحته، فهيبقى الكرسي واسع، يقدر يمدد رجليه، اي حاجة. الخدمة بتبقى فيه جيدة جدا غير الايكونومي. بس يعني الواحد يدلع نفسه شوية الحمد لله، بس مش كل مرة، يعني مرة ومرة. في الرحلات الطويلة أنا عاملاها المرة دي، ورغم إن أنا رايحة رحلة قصيرة، بس يعني أهي الحمد لله تغيير، يعني الحمد لله. فحبيت أقول لكم يمكن حد فيكم يحب يجربها. هي مش وحشة، هي حلوة جدا، مكلفة شوية بس. طبعا الاستراحة بتبقى فاضية، الكراسي مريحة، الأكل طبعا في معجنات، في فراخ، في سمك، في كفتة، في جميع أنواع الكوفي طبعا موجود، والشاي. السلطات برضو اوبن بوفيه، فهتلاقوا حاجة تانية خالص. أكيد اللي بيسافروا طبعا عارفين النظام اللي احنا بنقعد فيه لو احنا اكومي. بس حبيت افيدكم بالحكايه دي تاني مره اجربها، لا تالت مره اجربها، فالحقيقه بس اول مره اعمل فيديو عنها. حلوه، جربوها مش هتندموا، متعوا نفسكم رحله ورحله يعني. ده بالنسبه اللي بيسافروا، اما اللي ما بيسافروش ان شاء الله تسافروا وتتبسطوا. اللي نفسه يحج، اللي نفسه يعمل عمره، اللي نفسه يسافر اوروبا شغل او فسحه، ربنا يبعت له. بدعي ربنا كلنا نروح القدس ونقدس هناك كده، يعني اللي نفسه يحج واللي نفسه يقدس ان شاء الله. ربنا يمتعكم بكل حاجة حلوة بإذن الله ان شاء الله.